عارفين نجيبوا عزالك منين يا بنت؟ انا طول النهار بنشتغل بالفاس ب 50 جنيه بمكسور ظهري وانت عاوزه جايبه كل حاجه ب 20,000 و 50,000 جنيه. طب نجيب منين؟ واد يا محمد. نعم قول ايه يا ابني؟ امال انا مش شايفك من ساعه الصبح انت فين؟ والله لسه جاي من 5 دقايق من الشغل، يا دوبك دخلت الغرفه. انت بتلف مع العيال اللي من دورك وسايبني كده محتاج. لف ايه يابا؟ انا في الشغل طول النهار وطالع عيني. طب انا عاوز منك الفلوس اللي انت اشتغلت بيه فلوس ايه؟ عشان نشوف جواز اختك يا ابني. يابا والله المواصلات والفلوس مقدار المواصلات والسجاير والمواصلات سجلك ايه يا كلب؟ ماشي هات له ماشي يا ولد يا كلب. ده انت الواحد بيسمي فيك ولا عيني في رجلي يا ورد. يا بابا خد يا بنت. المهم انت ناقص لك ايه من عزالك يا بنتي؟ خلينا نفضوا من فرحك وانا مديون للعالم بحال. وانت جبت لي حاجه عشان تقول لي انا مديونه ومش مديونه؟ انت جبت لي حاجه خالص؟ مش امال فين شغلك وشغل اخوك اللي كان مديون؟ شغل فين يا بابا؟ بدولك انت بدولي انا نعمل بيه ايه؟ طب انا اروح بقى ان اقول لك عزال. طب ما اقول لك ايه؟ ما تتصل بخطيبك يجينا على المحل تعرف يجيب لك حاجه كده ولا كده. يا بابا انت داخل طمع في خطيبي؟ لا يساعدني، انا راجل بنشتغل على قدي وهو طالب عزال ياما عشان الناس. اتصلي بيه بقى. هتكسفوني مع نسايبي كده؟ طب اتصلي بيه، هو بحبك ومش هيخرج طالب. خلاص يا بابا هرن عليه. حاضر هرن عليه واجيبه. حاضر. وربنا يسهل لك الحال يا بنتي وهنخلصوا بقى المشوار بتاعك وان نجيب لك احسن عزال. خلاص ماشي يا بابا. محمد اقعد يا محمد. نعم يابا. اقعد ابتدى المحل عشان نجيبوا عزال اختك وتضمني هناك المحل. انا نضمنك يابا والله، ده انا نضمنك في الخلاط حاجه. يمكن نموت يا ابني ولا حاجه تبقى تسدد العالم دي. يبقى الارزاق على الله بقى، نروح ونشوف ايه اللي هيحصل بقى وسيبها على ربنا. ماشي يا ابني ماشي، امري لله. انا مربى ولكني بربى في عيد فريجي يعني. انا راح حتى ما بيضمنيش ولا بمشي وراي. انا راح مشوار وبرن علينا لما تروح عند بتاع العزال. اروح السرمح مع ابو حميد. سامي عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. عامل ايه فكرنا ليه؟ الحمد لله ماشي الحال. قول يا حاج. عامل ايه اهي؟ اهي عقم الاول. ماشي يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. قول يا حاج اتفضل. هنا. عامل ايه؟ عايزك توريني القايمه كده بتاعت العراس اللي بتطلع لي من دول. حاضر تحت امرك يا حاج. قدام. الله يخليك. هتجوزها انت ان شاء الله. شويه كده اسبوع كده ولا 10 ايام. اسبوع؟ اه. حاضر ماشي. وجبت حاجه ايه؟ اجد ايه؟ يعني جبت حاجه مثلا ما تلاقي حاجه ولا كلمه؟ لا ما جابتش حاجه من هنا ان شاء الله. يعني كله؟ ان شاء كله. الله. ما فيش مشاكل. دي قايمه بتاعت عروسي فيها من الالف للياء. تمام. دي تقول انت ايه؟ انت وهي والحاج. طب حاجات زي ايه ديت انا ما بنعرفش بحاجه. كل حاجه فيها صيني، فيها كروبايريكس، فيها كروبال، فيها بوندتو والكلام ده كله. طيب الاسعار شكلها يعني انا بص راجل صلي على على قد حالاتي بنشتغل بالفاس. صلي على النبي. صلي بارك عليه. في الوسط وفي الرخيص وفي الغالي، في كل حاجه. هتلاقيها اغلى حاجه يا عم احمد. يا حاج احمد. مالكش دعوه بالفلوس. وانت هتدفع. ان شاء الله ربنا هيرزقنا ان شاء الله. وانت ما انت ما بتدينيش يا ابني فلوس. سيب على ربنا يا. انا سايبها على الله. بس هو ما بيدينيش فلوس يا استاذ احمد. وانا لا هو عايز بنشتغل على مش دراعي. وقته الكلام ده، في ناس غريبه. مش وقت. ما فيش حاجه اسمها مش وقته. انت هتمضي تضمني. ما هو ده اضمنك لازم. طبعا. سيب يلا بس وهنضمنك. يا حاج يمكن سامي. يمكن نموت وفلوسك تروح فين. صلي على النبي. هنسامح. انا هنتصل بخطيبي عشان هو يساعدني معاك شويه. طيب ماشي، يبقى انت كويسه يا بنتي كده. ايه. هتخف عن ابوك شوف شويه. اللي انت عايزه. انا عندي اطقم هنا لسه نازله تجيب. والله يا بنتي بص انا كنت يعني. متجوز بيتش وحلي وكنت وكان جايب لي الكحك في صندوق خشب. لا صلي على النبي. صلي بارك عليك. اعوذ بالله من الكلام. الو. ماشي يا استاذ احمد بقى. حتى
عندك الكراسي ما يجي قول له بس لما انت اللي تجيني انت بتعشي النهارده. انا ما تعشي سمك وبطيخ. اعزل نفسك بقى. اعزل نفسك جيت تموت انا عندي. طول النهار شغال بالفاس ومعلوم. قالوك بس على النمر انتزاز يا سكر. احمد الو تعالى يا احمد بقى تعالى ايوه وخطيبها جاي. بنستلم الفلوس قدامك. تعالى عادي بقى ما هو يجيب لها شوية حاجات اللي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاج سام. اتفضل يا جوز اختي اتفضل. ازيك يا حماد؟ زحمة. عامل ايه؟ طيب عامل ايه؟ الله ينور. اتفضل يا باشا. عليك. ايه الاخبار؟ الله الحمد لله. ايه رنيت عليا في حاجه ولا ايه؟ عايزك تساعد مع بابا ساعة في ايه؟ مش حاجة خلصت كل ها. حاجه ولا ايه؟ الجاز اللي ما انا جبناش حاجه جيب لي شويه مجشات وبتاع وقول انا كده جديد ايه ده بس كده انا هنريحك انا ايه ده بس عايز ايه بس ايه طلباتك في الساعه؟ يا باشا طلبات الناس ديت لسه ما جابتش حاجة. يعني لسه هيبدأوا من أول يعني من الصيف زي ما بيقول. يعني لسه عندي ابن سافلون لسه نازل جديد. ايه السفلم دي؟ انا نعرف ايه يعني سفلم ايه؟ السافلون طقم جميل احنا ما سمعناش على سفلم. انا والطاش. متجوز بطيش تنحاس وبتعمل الابريق اللي بيحطوه على الراس دي ولفه وصابون. لا ده احنا بتوع زمان. على ايامك انت. يا بس كنت ما تفضحناش الناس تمديني دلوقتي اسكت. احنا لسه كلام لسه شغل نازل جديد لسه نازل من امبارح. الشغل بتاع الطرش والسافلون والكلام ده كله. تمام؟ وعندي اكو باريكس فرنساوي. طب انا عاوزك تعمل اقل الجامع حتى ب 50,000 جنيه نقدر ندفعها. طب ما تهزها كمان 10. ايه ده بس انا هجيب لك اللي انت عايزه. خطيبها بقى يجيب لها اللي هو عاوزه. ايه ده انا بس انا اخلي كده. هريحه ما يعني برج الحلو ما يقفش 10,000. خطيبها بقى يجيب لها اللي هي ايه ده عاوزاه. بس ايه ده بس ريح حمايه كده واللي انت عايزه هيتعمل كله. خلاص مفيش مشاكل. ايه بس المطلوب؟ المطلوب اللي احنا ان شاء الله انت هتدفع كام؟ انت معاك كام يا عم سامي؟ انا معي 20,000. طب ما تديها هزه كمان يبقى 25. 25 اريح. مفيش مشاكل. شوف الباقي هيبقى قد ايه؟ يعني 25 يعني قول هتفضل 50,000. 50؟ اه لو بيع فتح اعرف هيبقى قد ايه. طب بص ممكن نقص شويه حاجات كمان ممكن نخليهم يعني 45,000 يبقى ها. طب بص يا استاذ اتفضل. انا هننزلك بس المثال ابويا ما يعرف. ماشي. طب لو الحاج عبد الفتاح عرف؟ لا هو مش هيعرف. يعني مش هيعرف. لا مش الحاج عبد الفتاح لو عرف هيخرب الدنيا. ما هو لا، لا، مشكلة لا. انا عارف بدنا معلش الحاج ده عبد قاعد في الفتاح بيوت ده ناس خرب بيوت. لا احنا هنخلص كل حاجه وان شاء الله طب هتديني كل شهر كام يا حاج كام ولا هتديني على الزرعة؟ هنديك على الزرعه بقى يا ابني. انا ما راجل بنشتغل على قدي. خلاص مفيش خلاص. مشكلة. وانت راجل بتطول الدنيا في حالي. خلاص أنا والد هنزلك والد عليه. جاي ما هي يا حاج اقعد مع امها وانت ماشي. مع العروسة واللي انت الله يخرب بيت العيال وبيت الشقق وخراب البيوت دي اللي بيه. فتاح تعال يا مصطفى. ايه ناعي الهم لك كده يا فتاح؟ احمد ابني يا مصطفى. مال؟ ابن اخوك مغرقني. ابن اخوك جايب لي الشقه ويصرف لي عليها ملايين ومليانه على بنت راجل معفن. والله معفن. سامي وهياخد مين؟ مش هياخد بنت سامي. يعني انت مش عارف ابن اخوك هياخد مين يا مصطفى؟ انت راقه. اي والله. والله بقى ما انا عارف بقى. ما معكش حاجه 10,000 ولا 20,000 تساعدنا بيه. منين يا اخوي؟ ابنك جوزه بنفسه. ما هنساعدك في عيالك برضه. ما هو انت لا زي مش عاوزك ابنك. تساعدني. مش عاوز حد يساعدني. ده أنا احنا بساعد بزمن نفسي. عفش. لا الاخ لا بساعد اخوه ولا حد بيساعد حد خالص في الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده. ورايا عيال تتجوز وبتسيب. ومرة يا عم فتاح. قالوا مرتين بس. نساعدك ازاي بس؟ طب نادى عليه شوفه كده. والله بقى اما نشوفوه هيعمل ايه. يا احمد. ايه يا ابني؟ اهلا يا ابني. وصلت لحد فين مع اسمه ايه دي؟ والله انا رحت حماك ده اسمه سام اللي عم جوزيبه. سام. رحت قعدت معاه وعايزين نروحوا له الليلات عشان نمضوا على الجاي. عشان العزال هيجي بكره ان شاء الله. ياك ما يكونش معدي القيمه بس 50-60 ألف جنيه. ده لو جاب 50-60 ألف جنيه عزال هتنكتب في المعجزات السبع. دي يابا هذه يابا. ده راجل ضيق يا ابني. ده راجل ضيق. عايزين هنروح الليلات ونشوفوه. ده جاب لي الحماره بتاعته بردعه ده اول امبارح بالعافيه. ده راجل معفن.
والله احنا عايزين يا البيت عم. مش عايزينه هو. يعني احنا هنروح له الليله دي. هنروحوا له الليلات نشوفوه. هو عاوز البيت يا عم عبد والنبي الفتاح. يابا. خلاص هناخده عمك معانا بقى يجي معانا. هو عاوز البيت تسيبه بقى. هيجي معانا في هتيجي نفس معانا البيت. بقى. يجي انت لابس لبس النوم. لا تعالى زي ما انت بتقول الصبر انا لما نغير عشان عايز يجي نربط. والنبي يابا تتكلم معاه بالراحه يابا ماشي عشان نخلصوا الليله دي. نسوي الامور يا حاج عبد الفتاح. ماشي يلا هو مستنينا في البيت. استنينا خلاص يلا بينا. انت نادر الحاجه فتح زمان جاء. انا مع دول هم تشوف ومش عايز يمضي القايمه دي عشان نفضوا من السيره دي. هيجي ان شاء الله. قوم شوف الحاجه وكل حاجه فتح يا جاء. ريتنا ما جينا. تقوم يا ابني قوم وانت زي البال في كده. انت بتاكل صينيه رز لوحدك. السلام عليكم. اتفضل يا اخوي. حاجه فتاح تفضل يا حاجه الباب مش فتاح. راضي يفتح. راجل وش يضيق ابوك فين نصيبه يا ابني؟ تفضل يا حاج. ازيك يا سام؟ يا مرحبا يا حاجه فتاح تفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. تفضل. ازيك يا عمي؟ يا مصطفى. تفضل. خليك. عامل ايه؟ الحمد لله. نورتونا والله يا جماعه، الف مبروك. ده بنور ابوك. عايزين نكتب القائمه بقى يا حاجه فتاح. انت راجل كبير بتاعنا وكبير مقامه وكبير كل حاجه. انت جهزت يا سامي؟ ان جهزت شاء البيت؟ الله. الحمد لله. طب كويس. خد يابا القايمه يابا. ماشي. هو يضحك علينا. لا ما يضحك علينا ان شاء الله حاجه فتاح. كم يا سامي؟ زي ما انت شايف. زي ما انت شايف يا حاجه فتاح. 450,000 جنيه. انت يا سامي هتجيب 450,000 يا بنتي جنيه؟ خرب البيت. ان شاء الله ينخرب بيتك اكتر ما. يا بنتي خرب البيت. أنا ما كنتش نعرف اننا بنمضي عليه. هو انت بيتك كان عمران انت؟ انا ما كنتش هنعرف اننا لولا انت وجيت يا حاجه فتاح. هو كاتب لك كل حاجه شباشب ده كاتب كل حاجه. ايه مكنه بوتوتوفور دي؟ انا ما نعرفش ايه الحاجات المكنه دي. يابا اللي بتعمل بوتوفور يابا. ايه بوتوتوفور ده يا ابني نعمله بيه ايه؟ الشاي كده يابا بتسجل. بندرس بقى الغلا المكنه دي ولا ايه؟ كانت ما تفضحناش. 400,000 جنيه يا سامي؟ ده يعني في ورقه من- وش وضعها. ايه دي؟ 400,000 450,000. خبر إيه يا ابني وانت كنت فين يا ابني؟ انت كنت فين؟ ما هو ما ينفعش يا سامي انا نمضي على قايمه ب 450,000 حرام. عليها الطلاق انت معاك 4,000 ونص حد. وانا سددت القيمه دي منين يا ابني؟ مالكش دعوه يابا، سيبها على ربنا. ده انا سايب على ربنا. وإنت- صرف إنت- انت حاجه إنت- فتاح. ده يمضي احمد ابني. لا يابا مش رمزتي يابا. لا مش نضيف. ده حلة. طقم حله انت ده يمضي احمد فلوس طقم الحله يا مصطفى انت مش شايف؟ وانا بقول لك امضي طقم الحله انا بقول لك امضي ايه بالامضي. هو جاب الحله ده طب ما هيستخدم انت يا ما مضيتش يابا ما ما مضيتش. يا ابني. مضيتش ما والله. مضاش ما مضاش. الليله السوداء اللي ما فايته عليك يا وعلى ابني. بنتي دي. خبر ايه يا ابني؟ اقعد اترازن اهو. انا هندي 450,000 جنيه انت جبت انت حساب الكلام ده؟ لا يابا انا مش ماضي على القايمه دي يا سامي. الحدود يابا انا مضيت على 45,000 بس. زي ما بعد اذنك يا حاج، هو مضى عليه وخلاص. ولا يا ابني في جيبك بقى. انت بتمضي ليه يا ابني؟ يابا انا عايزها يابا والله بنحبك. انت سحرت للواد يا سامي وخليته يمضي؟ يا عم الواد بحب البيت. ان شاء الله حبك برسه 10 خرس بحب البيت يا حاجه فتاح. يا دي بنت تتحب دي. دي صلاة النبي عليها عسل اهي. خليت صوتك على ابويا يا حاج عبد الفتاح. انت سكت يالا اقعد. ايه قله الادب بتاعتكم دي؟ انا مش مضن على قول 450,000 جنيه. ليه يا اخوي؟ فتح حمامه هي ولا ايه؟ احسن من فتح حمامه. ده انا متجوز ب 3,000 ونص. احسن من فتح حمامه يا حاجه فتاح. انا متجوز ب 3,000 ونص. وانت متجوز ب 600 جنيه. تروح انت تمضي لي قايمه ب 450,000 جنيه حرام. اهو زمانهم كده. على شرط يا حاج سامي يراجعوا العزال بالقايمه. ومال صحن صحن وغطا غطا. لو لقيت خلاط ناقص هيبقى الجوزه مش هتمشي. الخلاط هنخرمك فيه انت يا حاجه فتاح. والله العظيم انت عامل شكل نعملها كوكتيل في الخلاط دي. والله انا هنفرمك فيه زي طماطم. انت ما فرقش بينك وبين الخلاط اللي يستلس حاجه. دلوقتي احنا هنراجعوا العزال بالقايمه ديت ونشوفه ان طلع مظبوط ماشي. انما انت هتجيب انت عذاب ب 450,000 جنيه. هيفتحني وهيجر للعداد والعداد ناقص.
الله ان شاء الله. واحنا جايبين له احنا كراتيش. اللي ابنه اللي ماضي يابا مالناش دعوه يابا هو اللي هيتحبس. لا انا مش هنفضحكوا، ده حاج ولازم يمشي. هيفضحنا يا ابني. حاج ان انا لما نمضي على الكلمه نعرف انتوا جايبين ايه، مش تروحوا تكتبوا قايمه وش وظهر. الحاجة ونروح انا قلت نفتح لك نمضي يا ابني عليه. ما نمشيش في سكة الحاجة فتاح ولا عايزين نسبوه. والله انت اللي سككك مش سوء. عايزين نسبوه. ده ده انت كنت خرب. الطول. اظن انت كنت الطول انت. يا حاجة فتاح يا حاجة فتاح ما تخليني نقوم لك بس. لا انت ما كنتش تقول ان الناس بك يا سامي. انت لحد النهارده بتمشي حافي. احنا مش هنعمل ايه يعني يا مصطفى؟ يعني نمضي عليه ايه؟ ما تمضي عليها يا حاجة فتاح. خلاص يا سامي انا هنمضي عليها، بس ليله الفرح انا هنرجع العزال حله وغطا غطا ومعلقه معلقه. براجع يا حاجة فتاح. براجع. انا يا حاج سامي مش ماضي على خراب البيوت اللي انت كاتبه دي. انت ما انتش متجوز فاتن حمام انت عشان خاطر انت على كلمه والله خراب بيوت يا فتاح، خراب بيوت 400. ما بيكونش جايبين ربع العزال ويروح يكتب لك 450,000 جنيه. يا وردة بس الواد بيقول انا بنحبها يا عم. يا ولدي طب حبه بص حبه فيها يعني سامي سامع هجيب حماك يا حلو وردي. سامي هجيب حلو ولا منين؟ هيجيب تمر هندي. طب تعالي يا بنتي هند، ما تقوم يا مصطفى. قوم هناك ناو قوم. تعال انت في حماك ناو. يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين. لا القايمة يا ابني ألف مبروك يا ابني، انت زي ما اخترت. ولا حاجة فتاح ما كنتش راضي تمضي يا. معلش يا حاج برضو القعدة لما بتبقى في ناشفة بيبقى الواحد شادي، إنما لما بيجي الجنس اللطيف. ما ترغيش يا ماما. عرفت ان انا مديك جوهرة. فعلا يا حاج سامي والله زي ما جوهرة. اخترت يا ابني زي ما اخترت. يابا عروسة ابنك يابا. يا ابني ربنا يهنيك. ربنا يتم عليك يا ابني. انا مديك حتة جوهرة. واديني مضيت عليها. ماشي يا ابني عين القايمة دي يا ابني. اه عينها. مش مشكلة يا ابني 450,000 مش مشكلة والله ده فاتحة مليون جنيه. عجبتك يابا. عجبتك يا حاجة فتاح؟ لا يعني هي كويسة يا حاج سامي. مطلوب الكيكه اللي عاملاها. مبروك يا حاجة فتاح. اتفضل يا حاجة فتاح. وانت ربع تنصيب انا اهو. طيب ماشي كل يا حاجة فتاح. يا حلاوة يا بنتي. ربنا يرضى بالك يا حاجة فتاح. الله غمك انت. انت بنت سامي اكيد وهتكون ضحك علينا يا سامي. ما تاكل يا ابني كل. مش معقول يا سامي يجيب خد الحلاوة يا دي كلها ابني. والله. كل. خد من اختك ما تكسبهاش. خد من اختك يا ابني. حلوة يابا. الله. حلو الكيكة. عمال بنتي دي. لا ان شاء الله البنت دي هتنفعنا في البيت يا ابني. بس هي امك ما تطفشهاش والله امك دي تطفش بلد. خلاص يا حاج سامي احنا مضينا. انا مديكوا حتة جوهرة يا حاجة قوم يا ولد فتاح. اخش جوا. لا يا ابني سيبها انت مالك انت حماها ودستي هم اللي يقولوا لي قومي ولا اقعدي. هو كتب كتابها كده وجايين. نظافة تلاقي يابا، طبخ تلاقي يابا، حلاوة تلاقي. فعلا انا شفت الحلاوه انما لسه ما شفتش الطبخ هنشوفه. يبقى ما حطبتش هنشوفه. خد يا حاجة فتاح عين البضاعة على الطبيعة. خلاص يا حاج سامي عين البضاعة عشان مديك جوهرة. هتقعد يا سامي انتهى اقعد. ماشي يا حاج سامي كل ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله يا حاج ربنا يتمم بخير وان شاء الله الف مبروك. انت بتنجح فرح البنت اللي كده عجاب فتاح. لا هو بس ابدا انا بنوسع لك يا حاج سامي اللي احنا مصدوقين في الجامعه. ايوه كده يا ابني. لا يا ابني يا حلو والله ربنا يبارك لك. ربنا يبارك زي ما اخترت والله. ريحتينا من البيت الحاجة فتاح كل شوية يروح فرح البيت تفرح البيت. لا ما تفهمنيش غلط يا سامي انا بس بن ايه هيبقى ابوها ده. بنشوفها طيبه ولا ايه؟ انا عايزك هي خلي طيبه بالك. خالص. خلي بالك من حاجة فتاح. اوعى تدخله عندك وانت ما ده ابني انتش ده ابني يا حاج سامي برضه خلاص انت عارف بقى احنا في موضوع الكورونا والفرح هيبقى سكيت يا حبيبي ماشي. نروح الكوافير ونيجي وندخله خلاص. ماشي يبقى ربنا يريحنا من الطبل خلاص والطبل. ما نجروا الفتحات. نجروا الفتحات. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين انعمت عليهم. ألف مبروك. ماشي الف مبروك يا بنتي. ألف مبروك. ما تحبش حاجة فتاح. السلام عليكم. انا اهتم مع العزاب علشان انا عارف ان سامي ده هو ضحك عليه. انا عارف ان سامي ضحك عليه وابني غلبان وابني غلبان. جايب ده يا سامي
هم دول اللي انت دافع لي فيهم 450,000. جايب ليه يا سام؟ الله يخرب بيتك وبيت ابوك. جايب لي بتاع بتنور، دي بتنشري من العيد ديت ب 7 جنيه ونص. بتنشري من العيد ب 7 جنيه ونص. فين طقم البريركس المستورد دي؟ وانا اللي شايف طقم بريركس ولا ما بريركس شايف. وطقم الصيد اللي قلوقه فين؟ انت بتعمل ايه يا ابني انا حاسس سامي بتعمل ايه يا على العموم يا ابني صباحيه مباركه، ودلوقتي سامي يا ابني انا حاسس انه ضحك عليه. ايه اللي انت ماسكه في ايدك دي دي؟ القايمه اللي 450,000 اللي احنا ماضيين عليه. تصحى مراتي جوا يابا تفضحني يابا باين لا يابا. تعدم ابوها بس. جاي به سامي، جاي به سامي انا عايز نعرف. يابا والله جاي يا بيه. ما هي. جاي به سامي. ديت الحاجات دي اللي ب 450,000 جنيه يا يابا مايل بتنور، يا مايل يا ابن بتنور. المايل. بتنور يابا. بتنور بتنور ايه؟ ما كنت رحت لك العيد وجبت لك حاجات يابا بتنور وبتزغلل. الحاجات ديت اللي جابها لي طفايه. جاب لي طفايات وحاجات بتنور ب 450,000. ما تفضحنيش يابا والنبي. الله يخرب بيته سامي وبيت شفته السود. انت جايبه حاجات ياما في الموضوع. حاجات يعمل ايه؟ فين الحاجات الياما اللي جايب؟ جايب ليه دي؟ ده عشان البنت الصغيره لما تيجي. جايب ليه دي؟ الله دخل عليه نصيب. كل دي حاجات بتنور. انت تلبست يا ابني، انت تلبست وسنة الغابرة السنة. انت حر، انت حر. يابا والنبي يابا. شوف حتى المروحة اللي هو جايب لي مماريرة ومكسور. بيقول لك هتروح التوكيل، بيقول لك انا سالتها قالت هتروح التوكيل، ده واحده من جيله العزال وجع. ده مكتوب 12 مروحة وهي ما فيش غير مروحة ما مكسورة. هو المروح يابا. يابا والنبي يابا المروح جوه باقي جوه. جوه اهي. خلاص يا ابني انت حر. على العموم الف مبروك وربنا يرزقك بالذرية الصالحة. بس هو قول لها فترة الحمل ابوها ما يجيلهاش هنا. ليه؟ قال لها بص تجيب لنا واحد شكله في البيت، انا مش طايقه لا في غيط ولا في بيت. ما يجيش هنا خالص. لو عايز حاجة نورت يابا نورت. بسلم لي عليه. نورت يابا نورت. ايه عملي؟ ايه يابا كان؟ لا يا ابني انا كنت بشوفكم عايزين حاجة يابا ولا عايزين خلاص إيه؟ يابا بكره بتعالى يابا بكره بتعالى. جاي لك يا وردي.